السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. الوصفه تاعنا اليوم كما راكم تشوفوا كيش بالدجاج بصلصه كريميه، يجي بنينه بزاف بعجينه تجي تذوب في الفم. هذا ان شاء الله نعتمدوه في شهر رمضان الكريم. هكا جينا خفيف قبل الفطور بنص ساعه نكونوا موجدين هذا الكيش تاعنا. هنا المقادير تاع العجين، عندي 2 مغارف تاع زبده، ضفتهم 2 مغارف تاع زيت، حبه تاع بيض، وخلط من هاد المكونات مع بعضهم مليح حتى ولو الشكل تاعهم كريمي. ضفتهم مغرف صغيره تاع ملح، ما كثرش الملح على خاطر عندنا الكريمه تكون شويه فيها الفرماج وفيها تكون مالحه. ضفت مغرف صغيره تاع خميره تاع الحلويات، وضفت الفرينه حتى لمت معايا كما راكم تشوفوا العجينه تجي طريه، هذه تجي مبسه، تذوب في الفم، ما تجيش كشغل ناشفه. ولا هنا اللي شفتوا العجينه تاعكم شويه قد ما بغيش تلمد لكم، ولا ضيفوا ديك ملعقه صغيره تاع حليب تلموا العجين تاعكم. هنا خلينا العجين تاعنا ترتاح، وغادي نديروا الحشو كما راكم تشوفوا. عندي البصله مطحونه قليتها تبلتها، ضفت هذيك الدجاج قطعتها قطع، ثاني تبلتها في الاخير بعد ما طابوا، تبلتهم بالفلفل الاسود وشويه تاع قزبر مطحون والملح، ما كثرش الملح. تعرفوا باللي الخلطه اللي غادي نديروها مع هذاك الدجاج تكون فيها الفرماج، تجينا مالحه، ما نكثروش الملح بزاف. هنايا خليت هذيك الحشو الدجاج مع البصله بجهه كي طابوا. هنا نخلط هذه الخلطه الكريمه اللي غادي نضيفوها مع الدجاج، تعطينا بنه روعه كاع. كيما تشوفوا الجبن هذا الحشو للساندويش تاع موندور، جاي شباب كريمي، عندها بنه روعه. كاين كل واحد هذا مختص للحشوات تاع الحشو تاع لي ساندويش. انا شريته درتها في هذه الكريمه بهذا الحشو اللي غادي نحشي به هذا الكيش. انا كيما قلت لكم درت زوج حبه تاع بيض، درت كريمه خاصه للطبخ، ودرت هنايا مغرف كبيره تاع فرماج، ودرت جبن مبشور، وضفت هذيك الدجاج اللي كنت تبلتها مع البصل، وضفتهم كيما تشوفوا نصف كاس تاع حليب، زوج حبات تاع بيض، كريمه خاصه للطبخ، درت الفرماج وجبن مبشور، ودرنا نصف كاس تاع حليب، وخلطناهم بجهه، خليناهم بجهه. هنا بعد ما ارتاحتي العجينه شوفوا الشكل تاع كيما هكا في البلا. شوفوا العجينه هذه طريه تذوب في الفم مع هذيك الكريمه، تجي شابه بزاف. ثقبتها كيما راكم تشوفوا، ونفرغوا هذاك الحشو اللي كنا درناه كيما شفتوني. ندير 2 حبات تاع بيض، كريمه خاصه بالطبخ، نصف كاس حليب، ومغرف كبيره تاع جبن وجبن مبشور. هنا ما كاش عندكم موندور ولا اي، تستخدموا اي نوع تاع جبن. كي شغل هذا النوع تاع الفرماج، هذا الجبن تاع موندور كي شغل تجي كريميه، ما تجيش ناشفه. الحال يكونوا دايرين حشو ولا ساندويش، ولا ما ينشفش هذاك الجبن، يقعد كريمي. هنا دخلتها للفور، هذا هو شكلها النهائي كما راكم تشوفوا. قطعها معكم شوفوا شكلها بالاخير. قلت لكم جايه كريميه، الحشو تاعها ماشي ناشف، جاي كريمي، والبنه تاعها روعه البنات. جربوها وشوفوا البنه تاعها. هذا هو الوصفه تاعنا اليوم، كيش بحشو كريمي بعجينه طريه تذوب في الفم، طريقه رائعه، خفيف وسهل وسريع. نعتمدوه ان شاء الله للشهر الكريم. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، وما تنسوا الاشتراك ودعمنا في القناه.